حيوانات برية اتحولت لوحوش ضخمة بعد ما تعرضت لمادة غريبة صنعتها شركة أبحاث وغيرت في جيناتها وخرجتها عن السيطرة، وبقت تدمر أي حاجة في طريقها، ومفيش شخص ولا سلاح قادر يوقفها. يا ترى هيعملوا معاها إيه؟ وإزاي هيقدروا يسيطروا عليها؟ ده اللي هنشوفه في ملخص فيلمنا النهاردة. بس الأول اشترك في القناة ودوس لايك ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في سنة 1993. اكتشفوا مادة اسمها كريسبر لعلاج الأمراض الوراثية، وبعد 23 سنة يعني سنة 2016 الحكومة منعت استخدام المادة لأنهم عرفوا إنها بتدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل. بنشوف محطة فضاء اسمها أثينا وهي متدمرة على الآخر، ومفيش أي حد موجود فيها غير دكتورة إيتيكنز، وبلغت القيادة بتاعتها إن المحطة حصل فيها خلل والطقم اللي عليها كله مات، وكانت عايزة تروح تاخد كبسولة الأمان عشان تمشي قبل ما المكان يتدمر. لكن القيادة بتقول لها ارجعي هات العينات قبل ما تروحي للكبسولة. قالت لهم إن عينة التجربة اللي بتكون فار تجارب بقى عملاق وحر وهتموتها. ساعتها هم مرضيوش يفتحوا لها الأبواب إلا لما ترجع وتجيب العينات. كلمتها صاحبة الشركة اللي اسمها كلير، قالت لها يا ترجعي بالعينات يا ما ترجعيش. اضطرت الدكتورة ترجع تجيبهم وهي بتحطم في البوكس عشان شافت فار عملاق جاي عليها، وده كان فار التجارب اللي مجربين عليه العينات اللي راجعة تاخدهم للشركة. جريت على الباب وفتحته وقفلت وراها قبل ما يوصل لها، وركبت كبسولة الأمان ومشيت بيها، بس الكبسولة كانت اتضررت وانفجرت بيها والعينات وقعت في كذا مكان. نروح لديفيد، وده بيشتغل مسؤول عن ترويض غوريلات لأنه بيعرف يتعامل معاهم كويس، لكن معاه فريق جايين يعملوا أبحاث عنهم. في غوريلا اسمها بافالو كان عنده هياج وهو بيحاول يهديه، لكنه هجم على واحد من فريق البحث، وقبل ما يموته بيجي غوريلا ضخم اسمه جورج وده لونه أبيض وغير كل الموجودين في الحديقة. مسك بافالو أنقذ الباحث قبل ما يموت. ديفيد بيشكر جورج وبيتكلم معاه بلغة الإشارة اللي هو علمها له عشان يتفاهموا سوا. وعلى بالليل السما ظهر فيها أنوار، وكانت دي العينات اللي في الكبسولة، وبنشوفها وهي بتقع في كذا مكان. واحدة وقعت في المكان اللي فيه جورج، والتانية وقعت في مكان في قطيع ذئاب، والتالتة وقعت في بحيرة فيها تماسيح. جورج شاف علبة وقع جنبه، قرب منها ولمسها طلعت غاز أخضر. جورج شمه. بعدها نيل بعت رسالة لديفيد قال له تعالى بسرعة. لما ديفيد راح لقى جورج مموت دب كبير وقاعد جوه كهف مستخبي. ديفيد كلمه وحاول يهديه، كان عاوز يفهم ايه اللي حصل. قال له انت اللي عملت كده في الدب. طيب هو حاول يأذيك وانت دافعت عن نفسك. لما جورج خرج من الكهف ديفيد اتفاجأ من حجمه اللي زاد قوي. في الوقت ده جت رسالة لديفيد عاوزينه يشوف حاجة في جنينة الغوريلات. لما راح لقى العبوة اللي كانت فيها العينات مرمية، فاخدها في كيس عشان يفهم ايه دي وايه اللي حصل لجورج. بيروح لشركة انجين وبنشوف صاحبها برايت وهو زعلان ومتضايق لانه خسر مليارات الدولارات، لان الابحاث والعينات اللي صرف عليها كتير ضاعت ومش عارف راحت فين. كلير اخته ودي بتكون مديرة الشركة قالت له العينات محفوظة في عبوات ضد الاحتراق، ولو على العينات فما تشيلش هم وقعت فين وهنجيبهم ازاي، دي سيبها عليا. قال لها بس لو حد وصل للعينات دي قبلنا وعرف ان احنا بنعمله هنتأذى. كلير قالت له انا هبعت بيرك رئيس شركة الحراسات الخاصة وهو يجيبهم. بعدها بنشوف بيرك وهو واخد معاه طقم كوماندوز ورايح بطيارة للمكان اللي وقعت فيه العينة. وفي مكان تاني بنشوف دكتورة اسمها كيت وهي كانت بتشتغل في شركة انرجين للأبحاث. سمعت في الأخبار عن اللي حصل في وكالة الفضاء أثينا ووقع أجزاء منها في حديقة غوريلات، وعملت تأثير على غوريلا اسمها جورج. نرجع لبيركو وفرقته لما وصلوا لمكان وقوع العينة ولقوها فاضية ما فيهاش أي حاجة. اتصل على كلير وقال لها إنه لقى العبوة فاضية تماما، بس شاف حاجة غريبة. قال لها في ذئاب كتير مقتولة والآثار بتاعة القاتل بتقول إنه واحد منهم بس عملاق. كلير قالت له تجيب لي الذئب الكبير ده حي او ميت. نروح لديفيد ومعاه تحاليل جورج وعرف منها ان هرمون النمو عند جورج عمال يتضاعف بشكل كبير. نيل بيقول لديفيد لازم الحكومة تعرف لانه كده بيشكل خطر كبير. ديفيد قال له خطر ازاي وهو محبوس؟ وبعدين انا خايف ابلغ عن حالته فيقتلوه. ديفيد عاوز يعرف العلبة اللي لقاها في الجنينة دي حكايتها ايه. في الوقت ده دخلت عليه دكتورة كيت وعرفته بنفسها. قالت له انا طبيبة في علم الوراثة وبشتغل مع شركة انرجين للابحاث. ديفيد لما عرف تخصصها قال لها عاوز اعرف العبوة دي فيها ايه. قالت له هاتها وانا اقول لك فيها ايه. قال لها انت كده جاية تاخديها مش جاية تساعديها
تساعديني. جريت وراه وقالت له جورج جسمه كبر وبقى قوي وسريع وعدواني. ديفيد قال لها بالظبط ده اللي حصل له. جورج بيقول لديفيد انا جعان. كيت قالت لديفيد هم عملوا ايه في الشركة؟ جمعوا جينات من حيوانات مختلفة زي القرش والحوت والفهد وحيوانات تانية وعملوا من جيناتهم جين واحد، وده كان السبب في تطور جينات جورج. قالت له انا الوحيدة اللي ممكن اعالجه. وهما بيتكلموا جورج هاجمهم من الجوع وكسر الباب الحديد وخرج بره للشارع. ديفيد جري وراه ووقفه، ولما الشرطة وصلت طلب منهم ما يضربوهوش بالنار. وقتها جت طيارة وضربته بمخدر قوي فوقع على الارض. نرجع لبيرك وفرقته وهم في الطيارة وشافوا الذئب العملاق بيتحرك بين الاشجار بسرعة رهيبة. بيرك ضرب بالرصاص وافتكروا انه كده مات، فنزل هو ورجالته علشان يشوفوه ما لقوهوش، بس شافوا اثار رجله في الارض ومش مصدقين ان دي رجل ذئب. هجم عليهم وموتهم. برايت وكلير شايفين اللي بيحصل لهم في الشاشة وفاهمين المادة بتاعتهم عملت ايه في الذئب. بيرك عمال ينده على اصحابه كلهم ماتوا. راح متصل بالطيارة تيجي تاخده بسرعة، وهي جاية تاخده هجم عليها الذئب ونط فوقها ووقعها وانفجرت. راح راجع لبيرك وهجم عليه وموته. بنشوف الامن وهم واخدين ديفيد وكيت بعربية وصلوهم لمسؤول في الحكومة اسمه هارفي، وده الحكومة كلفته يمسك جورج ويحقق في موضوع شركة انرجين. هارفي حبس جورج في قفص واداله مخدر، وكان واخده هو وديفيد وكيت كلهم في طيارة ومسافر بيهم. مارفي قال لديفيد ان في ذئب طوله 10 متر وحالته نفس حالة جورج، وفرجهم على فيديو للذئب وسموه رالف المدمر. ديفيد قال له جورج ضحية تجربة يعني مالوش ذنب في اللي حصل له. مارفي قال له ايوه بس هو دلوقتي خطر على الكل. ديفيد قال له كيت ممكن تعالجه، هي شغالة مع شركة انرجين للابحاث. قال له ليه؟ هي ما قالتلكش انها مطرودة من عندهم لانها سرقت ابحاث واتسجنت. بنشوف كلير واخوها لما شافوا صورة كيت مع الغوريلا، وقتها قالوا دي اكيد راحت علشان عاوزة تنتقم مننا بعد ما حبسناها وبعد موت اخوها. ساعتها كلير قالت الجين اللي في الحيوانات ضعيف قدام موجات تردد الراديو المنخفض. طبعا هي عاوزة تجيب الغوريلا والذئب باي طريقة. فكرت انها تشغل الموجات اللي موجودة على سطح شركتها، وبكده هتجذب الحيوانات انها تيجي عندها علشان توقف الموجات باي طريقة لانهم بيتضايقوا منها. الحيوانات حست بتردد الموجات. ساعتها جورج ابتدى يفوق من المخدر والذئب حصل له هياج. وبنشوف كمان تمساح كبير كان ماشي في المية بسرعة. جورج لما فاق حصل له حالة هياج جامدة، وده لان الموجات بتضايقهم، فكسر القفص الحديد وخرج يضرب فيهم، والامن ضربه بالرصاص لكنه ما بيتأثرش فيه. فضل يحدفهم يمين وشمال لغاية ما جزء من الطيارة اتفتح وجزء اتحرق واتفتحت فتحة في الطيارة وكل حاجة في الطيارة طارت. الطيارة خلاص هتقع. ديفيد اخد كيت ومارفي ولبسهم مظلات ونط بيهم من الطيارة، ولما نزلوا على الارض راحوا المكان اللي وقعت فيه الطيارة. كانوا عاوزين يشوفوا جثة جورج بس ما لقوهاش، ففهموا انه كده لسه عايش، وشافوا اثار رجله باينة في الارض فعرفوا انه هرب. بعدها بنشوف البوليس وهو رايح يفتش معامل شركة انرجين، وطبعا كلير عاوزة تلبس اي حد في تجاربها المشبوهة، وقالت للضابط ان المسؤولة عن الابحاث والتجارب هي دكتورة كيت، وانها رفضتها اول لما عرفت اللي هي بتعمله من وراهم. نرجع لكيت وبنشوفها وهي بتحكي لديفيد عن اخوها المريض وانها كانت بتحاول تساعده. وقتها عملت ابحاث على مادة كريسبر اللي بتحسن الجينات الوراثية وبتعدل فيها، وبعدها اشتغلت مع شركة انرجين اللي شافت ابحاثي وتجاربي اللي عملتها للعلاج. اخذت المادة وكانت عاوزة تصنع منها سلاح نووي، وانا لما عرفت حاولت الغي اللي هي بتعمله، بس هم اكتشفوا وطردوني ودخلوني السجن، واخويا مات وانا في السجن من غير ما اشوفه ولا حتى ودعته. واول ما عرفت اللي بيحصل من نتيجة ابحاثهم وتجاربهم جيت لك عشان اساعدك لاني مش عاوزة حد يتأذى. حط ايدك في ايدي علشان نوقف خططهم وتجاربهم المؤذية. بعد كده جم اخدوهم لقاعدة عسكرية وفيها غرفة عمليات لمتابعة الخطر اللي جاي من جورج ومن الذئب رال، لانهم شايفينهم وهم ماشيين ومش عارفين هم رايحين فين. مارفي قال للقائد ان ديفيد يعرف جورج كويس، وكيت تعرف حالة الحيوانات دي لانها كانت شغالة في شركة انرجين على ابحاث اللي وصلتهم للحالة دي. ديفيد قال له الموضوع مش غوريلا وذئب، لا دول رايحين مع بعض في اتجاه واحد ومش بيهاجموا حد. كيت قالت لهم كده الشركة عملت لهم استدعاء عن طريق اشارة معينة بتتبعت وهم بيروحوا ناحيتها لانها بتضايقهم وعاوزين يوقفوها. العقيد جاله رسالة انه يتحفظ عليهم. ديفيد قال لهم بس انتم محتاجين وجودنا معاكم برا، وقال للضابط ان التعامل بالرصاص معاهم مش هينفع لانهم بيتطوروا وباسرع مما يتخيل. كيت قال لديفيد لازم نكون موجودين في الشركة. ديفيد ضرب الحرس اللي معاه وكان عاوز يهرب بالطيارة. هو كان جندي سابق في الجيش وبيعرف يقاتل ويسوق طيارات. مارفي لحقه وكان عاوز يمنعه انه يهرب، بس كيت قالت له انا متأكدة ان كلير معاهم مصل يوقف التحور اللي بيحصل لجينات الحيوانات، وقالت
له هنروح ونلحق ناخد المصل ونساعدكم. مارفي اقتنع بكلامها واداهم مفتاح الطيارة وقال لهم أنا لازم أثق فيكم بعد ما أنقذتم حياتي. نرجع للعقيد وهو بيدي أوامر بضرب الحيوانات بالنار وقتلهم، وفعلا ضربوهم. فطلب من مجموعة تروح تشوفهم وتتأكد إنهم ماتوا وتشوف جثثهم. راحوا ما لقوهمش. وقتها جم وهجموا عليهم وقتلوهم، والإرسال اتقطع بعد ما شافوا خطورتهم. القائد قال هفعل خطة الطوارئ، هيفضوا المدينة كلها ويجيبوا سلاح المدفعية ويضربوهم. لكن بيشوف إن جورج ورالف لما بيضرب عليهم النار بيكونوا أكتر شراسة، وهم ماشيين بيكسروا ويدمروا كل حاجة وبيوقعوا الطيارات اللي بتقابلهم. والحكومة عمالة تبعت في دعم وتزود الطيارات اللي هتضربهم، وكل خطة بيحطوها بتفشل لأن الرصاص مش بيعمل معاهم أي حاجة. جات لهم أخبار في حاجة عملاقة في المية بتتحرك. وقتها بيظهر لأول مرة التمساح العملاق وبيخرج من المية ورايح في نفس الاتجاه اللي رايحين ليه جورج ورالف. القوات جاهزة بالمدرعات وفاكرينهم هيموتوا بالرصاص ولا حتى بالار بي جي. التلاتة وهم ماشيين دمروا المدينة على الآخر. ديفيد قال لكيت مفيش حاجة هتوقفهم غير إننا نجيب الترياق. القائد قال لهم مفيش غير القنابل. مارفي قال له انت كده هتدمر المدينة كلها. استنى لما كيت وديفيد رايحين يجيبوا مصل من شركة انرجين، يمكن ينجحوا انهم يوقفوهم من غير دمار وقنابل. لازم نساعدهم عشان يعرفوا يجيبوا المصل. القائد قال له مش دول الاتنين اللي هربوا مننا؟ خلاص القنابل بتتجهز وهنفذ خطتي الأخيرة. في الوقت ده كيت وديفيد كانوا وصلوا للشركة. مارفي كلمهم قال لهم في قنابل بتتجهز وهتنفجر بعد نص ساعة، يا ريت تخلصوا مهمتكم بسرعة. كلير وبرايت بيلموا حاجتهم عشان يهربوا، بس شافوا على الشاشة ديفيد وكلير وهم في المعمل. وقتها كانوا خلاص دوروا ولقوا المصل اللي عاوزينه، بس للأسف دخلت عليهم كلير وهم معاهم المصل في ايديهم. بس كيت لحقت وخبت واحد في جيبها بسرعة. برايت كان معاه مسدس وقال لهم هاتوا الأمصال. راحت كلير ضربت ديفيد بالرصاص في دراعه. مشيوا واخدوا كيت معاهم، وديفيد كان واقع على الأرض. طلعوا على سطح المبنى وهيركبوا طيارة. كلير قالت لكيت اركبي معانا، ولسه هيركبوا لقوا جورج قدامهم وبيعمل حركات كينج كونج. برايت خاف وجري، وكلير حاولت تهرب وكيت وقعت على الارض. الطياره كانت هتقع على كيت بس ديفيد جه ولحقها. قال لها لازم نجيب المصل. قالت له معايا واحد. جورج عمال يكسر في البرج اللي بيطلع منه اشاره الراديو. كيت وديفيد كانوا عاوزين يحقنوا جورج بالمصل. كلير طلعت لهم بالمسدس. راح ديفيد ندى على جورج. كيت وقعت المسدس من ايد كلير وحطت لها المصل في جيبها. جورج مد ايده اخد كلير وحطها في بقه. برايت جه يهرب لقى مارفي قدامه وهو خارج من الباب وقعت عليه حديده موتته. ديفيد قال لكيت المصل هيشتغل امتى؟ قالت له بعد 10 دقايق. قال لها المبنى هيقع قبل ال10 دقايق. قال لها تعالي نركب الطياره، هي صحيح من غير ديل بس هننزل بيها مش هنطير بيها. فعلا المبنى وقع وهم نزلوا بيها وخرجوا منها لقوا جورج قدامهم. ديفيد ساله انت كويس لان المبنى اتهدى عليه. وهم بيتكلموا طلع من تحت الانقاض التمساح والذئب. ديفيد قال لكيت لازم نقول لهم يوقفوا القنبله اللي هتنفجر بعد شويه وسيبي لي الحيوانات، انا وجورج هنتعامل معاهم. قال لي جورج ساعدني لانهم هيموتوني. التمساح كان هيقرب عليهم. جورج ضربه بحديده وقعه. رالف نط على جورج وفضل يلفه وحدفه لبعيد. طار ورجع له تاني عضه وهجم عليه. راح ديفيد ضربه بالنار علشان يسيب جورج. فعلا هرب وسابه. لف وجه هجم على ديفيد من قدامه وتمساح من وراه. ديفيد مشي من قدامهم وهم دخلوا في بعض ومسكوا في خناق بعض، وده اللي ديفيد عاوزه يحصل. التمساح حط الذئب في بقه وقفل عليه ومش عاوز يسيبه، واخده يمين وشمال لحد ما قطع راسه. كيت وصلت لمكان موجود فيه البوليس وقالت لهم عاوزه اكلم القائد في التليفون. وقتها شافت مارفي قدامها. قالت له ان جورج اخذ المصل ودلوقتي هو وديفيد هيخلصوا على الاتنين التانيين، بس لازم حد يبلغ ويوقفوا القنبله. نرجع لديفيد وهو بيضرب نار كتير على التمساح لحد ما الذخيره خلصت. جري من قدامه بس وقع على الارض. التمساح جاله لسه هيبلعه. جورج نط ركب على ظهره. التمساح طيره لبعيد ومسك رجل جورج وبيعضها. ديفيد رمى جواه حزام متفجرات وانفجر. التمساح كان هيطير ديفيد بديله بس جورج لحقه ومسك ديله. التمساح طير جورج ووداه بعيد بس دخل جوه صدره سيخ حديد. ديفيد شاف التمساح هيهجم على جورج، راح راكب مدرع وضرب عليه نار وقذائف. التمساح هجم على ديفيد وكان هيموته. جورج جاب السيخ الحديد ونط فوق التمساح ودخله في عينه وموته. جورج قعد على جنب وكأنه هيموت خلاص. جت كيت ومعاها مارفي. القائد ساعتها لغى مهمة اطلاق القنابل. كيت قالت لديفيد ما تزعلش على موت جورج لانه انقذ ناس كتير. وفي الاخر طلع جورج بيهزر وكان بيمثل وعامل مقلب في ديفيد علشان يخضوا عليه، ومشيوا هم الاربعة بعد ما انقذوا المدينة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومستنيينكم في ملخص جديد.